اقف عمو، قول لا اله الا الله، قول لا اله الا الله، لا اله الا الله محمد رسول الله، اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. الفيديو اللي انت شفته ده، الفيديو المؤلم ده، الفيديو الصعب ده، نتيجة احداث الزلزال اللي حصل النهاردة في تركيا واصاب كمان سوريا. ده اب بيلقن ابنه الشهادة بعد ما سقف المنزل وقع عليه. شفت الثبات وشفت الايمان بتاع الناس دول وصل لفين. شفت وعرفت ان كل حاجة في الدنيا ممكن تنتهي في لحظة، ولو في حاجة اقل من اللحظة كمان مفيش اي حاجة مستاهلة. عايزين ندعي للطفل ده اذا كان مات بالرحمة او لو كان عايش وقدروا ينقذوه ان ربنا يكمل شفاء على خير. والرسالة اللي قدامك دي مبعوتة لي النهاردة من اخ سوري كان باعت لي قصته مع صديق عمره وشريكه من حوالي اسبوعين. بيقول لي صديقي وشريكي اللي حكيت لك عنه قبل كده مات النهاردة في المحل وتحت الانقاض، تحت انقاض المحل بعد ما طمع وخد حقي. ايه بقى القصة؟ اسمع يا سيدي. من حوالي اسبوعين بعت لاخ سوري قصته وبيقول صديقي وشريك عمري، كنت انا ربنا فتحها عليا واشتغلت وعملت محل خياطة وبدأت ابيع للمحلات هنا وهنا لحد ما المحل ده وسع وبقى 2 و3. ليا بقى صديقي وشريك عمري كان شغال اي شغلانة تانية كده على باب الله، كان بيطلع هنا يومية وهنا يومية، وانا كنت بروح اتحايل عليه عشان يجي يشتغل معايا. كان بيرفض ويقول لي انا مش هقدر اشتغل عندك، انت صديقي وحبيبي خليني كده بعيد احسن. لدرجه ان انا لما زهقت معاه قلت له طب بقول لك ايه، تعالى وخش شريك معايا بمجهودك، هديك 20% وانا الباقي. فين وفين لحد ما اقنعته وفعلا جه اشتغل معايا. ما هو انا مش هين عليا اشوفه شغال هنا يوم وهنا يوم، وانا الحمد لله يعني ربنا فتحها عليا. وفعلا بعد ما اتحايلت عليه كتير جه اشتغل معايا على اساس اللي هو شريك بالمجهود. انا بقى كنت واثق فيه ثقه عمياء وكنت بسيبه في المحل واروح اجيب شغل تاني لحد ما في يوم اتقابلت مع واحد عشان اعمل مصنع للعبيان. في الوقت ده بقى كنت مشغول بالمصنع وما كنتش بروح المحل قد كده. كنت مطمن ان صديقي وشريكي هناك، وكنت بروح اخر الشهر يديلي الايراد وانا اديله الايراد بتاعه اللي هو يعني نصيبه وانا اخد نصيبي. والدنيا فضلت شغاله اكتر من سنه زي الفل لحد ما بقيت اروح المحل الاقي الايراد بينقص مع ان الشغل موجود وكل حاجه تمام. فين وفين لحد ما اكتشفت وكانت صدمه عمري من واحد شغال في المحل وبالتأكيدات والإثباتات ان هو بيسرقني وبياخد شغل من ورايا. انا بقى كنت بجيب شغل بالاجل من الناس، مواد خام يعني، ولما بيع اسددهم. عشان لما جيت اسدد لقيت ايراد المحل نقص جدا وبقت الديانه عندي كتير، وكل ما اجي اكلمه يقول لي هو شغل المحل كده، اعمل ايه؟ لحد ما في يوم واجهته وقلت له انت سرقتني وخدت من ورايا كذا وكذا وكذا. هنا بقى فتح طبعا صوت، هنا بقى نسى الصداقه ونسى العشره. لحد ما في يوم اكتشفت ان هو متفق مع صاحب البيت اللي انا مأجر منه المحل ان لما العقد بتاعي بتاع الايجار يخلص يجدد هو العقد باسمه وياخد المحل. وفعلا بعد ما العقد خلص رحت عشان اجدده لقيت صاحب البيت بيقول لي ده شريكك طلب مني ان انا اكتب له المحل باسمه لمده 3 سنين. وهنا بقى كانت صدمه عمري فيه. رحت وقلت له الف مبروك عليك المحل، وخدت الحاجه بتاعتي وقطعت علاقتي بيه ومشيت. لقيته بقى باعت لي الرساله ديت وبيقول لي ان شريكي اللي خد مني المحل وضحك عليا البيت اللي كان في المحل وقع في الزلزال ومات تحت الانقاض. شفت بقى الدنيا عامله ازاي؟ دقق قوي في الصور اللي انت شايفها ديت هتلاقي الدنيا دي مش مستاهله اي حاجه. في لحظه واحده ممكن كل شيء ينتهي، في اقل من اللحظه ممكن كل شيء ينتهي. ملهاش لازمه انك تطمع، ملهاش لازمه انك تخاصم وتقاطع وتظلم وتفارق. صدقوني الحياه مش مستاهله. يا ريت بعد ما سمعت الموقف والقصه وشفت فيديو الاب وهو بيلقن ابنه الشهاده يا ريت نتحرك شويه، يا ريت نتحرك للاحسن ونبطل نظلم ونبطل نطمع ونبقى كلنا مع بعض وعلى قلب بعض. فيا ريت لو وصلت معايا للثانيه ديت دعوه بالرحمه لكل الناس اللي فقدت حياتها وماتت النهارده تحت الانقاض، وربنا يشفي كل المصابين يا رب ويبعد عنا كل شيء وكل شر ويسترنا فوق الارض وتحت الارض. واشوفك في فيديو جديد.